ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني على اصولها، طريقه سهله جدا جدا ومش تاخد معاكي 5 دقايق بالظبط. يلا نبدا في المقادير بتاعتنا. معانا الاول الكبده طبعا بتاعتنا بتجيبها من الجزار، سواء بيديها لك قطع على بعضها او سواء بيديها لك شرايح كده. لازم تدخل الفريزر الاول عشان تقدري تقطعيها او تعرفي تقطعيها، تعرفي تتماسك كده وتبقى متماسكه كده معاكي وانتي بتقطعيها. انا لما جبتها من عند الجزار لقيته مقطعها كده شرايح، كتر خيره يعني سهل عليا التقطيع كتير. فانا بحبها شرايح كده، بالطول او ارفع من الشرايح اللي هو كان عاملها لي، هو مرققها قوي. فانا قطعتها كده بالطول علشان تستوي معايا بسرعه وما تاخدش سوا معايا. الكبده طبعا زي ما احنا عارفين مش بتتغسل. ما تحاوليش تغسليها لان هتتبهدلي بيها وهتبهدلك، لان هي يعتبر تجمع دموي، فلو غسلتيها هتسيح منك. فالمقادير بقى بتاعتنا، بنجيب معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، وعصرة ليمونة أو معلقة كبيرة من الليمون، ومعلقة كبيرة برضو من الخل. بنقلب بقى المكونات دي مع بعض شوية. واحنا مش بننقع الكبدة، مش بننقعها في التوابل اللي احنا عملناها دي، يعني بنشتغل فيها على طول، مش بنديها فرصة انها تتنقع او حاجة، علشان هي مش مستحملة اصلا. احنا بس هنركنها لحد ما الطاسة بتاعتنا تسخن والزيت يسخن، ونقطع الفلفل بتاعها. يعني الموضوع ما خدش بتاع دقيقتين يعني. بس هنركنها بقى لحد ما نجيب الفلفل. عندك فلفل الوان ماشي، عندك فلفل اخضر ماشي، بس انا بصراحة بحبها بالفلفل الاخضر، بحس ان هي كبده فلفل اخضر. انتي عندك بقى فلفل الوان وبتحبي الفلفل الالوان مع الكبده، تمام حطيه. قطعته برضو كده شرايح، ما قطعتوش صغير قوي علشان عايزاه يبقى باين مع الكبده. انتي بقى ممكن تقطعيه باي شكل انتي بتحبيه. انا قطعته كده بالطول، علشان انا بحبه ظاهر في الكبده، ومش بحبه يستوي قوي بصراحه. معانا بقى طاسة بعد ما سخناها كويس، بنحط بتاع 3 معالق كبار زيت. يعني يا ريت تكتري الزيت، الكبدة بتحب الزيت الكتير. وبنبتدي ننزل عليها بعد طبعا ما الزيت يكون درجة حرارته عليت. بننزل بيها يا دوبك، بس بنسويها كده، وهي طول ما هي طرية التقليب فيها بيبقى حاجة بسيطة جدا، لحد بس ما تمسك نفسها وتاخد اللون اللي هو الفاتح شوية، لحد ما تبقى كلها لون واحد. ابتدي بقى ان انا اقلب براحتي. طبعا هي معاها توابلها كلها، مش هنضيف اي حاجه. يعني لو حسيتي ان هي محتاجه ملح شويه حطي حبه ملح، انما هي فيها كل حاجه، هتلاقي فيه كل حاجه مظبوطه. طبعا الكبده وانتي شغاله، الكبده بتبقى يعني ايه، درجه الحراره بتبقى متوسطه لعاليه شويه، لان هي زي ما بقول لكم ما بتاخدش وقت في السوا خالص. لو وطيتي عليها او عملتيها على الهادي هتنزل ميه كتير، فخديها كده على مشمها زي ما بيقولوا. بس هنا بقى ضفت الفلفل الاخضر خلاص، وهي داخله خلاص على السوا، قربت يعني ايه، فاضل لي 3 دقايق كده واطفي عليها او دقيقتين. ضفت الفلفل الاخضر لاني مش بحبه يتهري او مش بحبه يستوي قوي، وعايزاه كده يبقى لونه فريش كده، وكل حاجه تبقى باينه وكل حاجه طعمها يبقى ظاهر معايا. بس الكبده بقى ممكن تعمليها جنب رز ابيض، جنب مكرونه، جنب تاكليها بالعيش. انا بصراحه بحبها بالعيش، بموت فيها بالعيش، جميله وطعمها جميل، وبالطريقه دي مش تاخد معاكي وقت خالص، وبرضه هتبقى منزله معاكي صوص كده جميل قوي طعم، هيبقى بقى فيه خلاصه كل التوابل وكل حاجه. دي الكبده النهارده بتاعتي وبطريقتي، الكبده الاسكندراني. انا بحب اعملها بالطريقه ديت، ويا رب لو حد معانا من اسكندريه يقول لنا الطريقه صح ولا لا. يلا بألف هنا الكل هيجرب، واستنوني في فيديو جديد.
باي باي.